لو انت بتصنع محتوى او عايز تعمل فيديوهات من اي نوع، سواء لشغل او فيديو شخصي، فاكيد بتواجهك مشكلة انك محتاج لبرنامج قوي في المونتاج، ومش بس قوي لكن سهل الاستخدام وسريع، وكمان تقدر تشتغل عليه من جهاز متوسط. يعني مش لازم جهاز قوي، وفوق كل ده يكون مجاني تماما. وبإذن الله ده موضوع الفيديو. برنامج أو موقع كاب كات تقدر تشتغل عليه من الكمبيوتر أو اللاب أو حتى الموبايل، وكمان بيوفر لك ماتيريال كتير جدا جاهزة، وهو مناسب للمبتدئين لأنه أفضل وأسرع برنامج مونتاج هتشوفه، وكمان مناسب للمحترفين لأنه بيوصلك لنفس النتائج تقريبا. من غير كلام كتير، يلا بينا ندخل على الشرح. علشان توصل لبرنامج كاب كات هتروح على جوجل وهتكتب كاب كات وتضغط عليه، وأول لينك يظهر لك اضغط عليه، هيبدأ يفتح معاك الصفحة اللي قدامك. ممكن تشتغل على الموقع نفسه، وده عن طريق اوبن كاب كات، أو تحمله عندك كبرنامج وتبدأ تشتغل من على جهاز الكمبيوتر. لو عملت داونلود فور فري وضغطت عليه هيبدأ يحمل عندك، ولكن خلونا في الأول نستكشف الموقع نفسه. موقع كاب كات زي ما حضرتك شايف قدامك، موقع واجهته سهلة وبسيطة. على الجنب هنا بيديلك الشريط اللي هتلاقي فيه كل الحاجات اللي هتحتاجها، زي الماتيريال وزي الاوديو وزي التايب، وكل الاشياء اللي هتحتاجها هتلاقيها في الشريط اللي على الجنب ده. وهنا الجزء ده عشان انا واقف على الميديا هنا، فهو بيظهر لي المكان اللي هدخل فيه الميديا، سواء صور او اصوات اوديو او فيديو، اقدر ادخلها في الجزئية دي، واقدر اسحبه في الجزء اللي هو ده عشان يبقى التايم لاين بتاعي اقدر اقطع واقص فيه. وهنا بتكون الشاشة العرض اللي بيعرض لي فيها الحاجات اللي بعملها، فيديو اللي انا بمنتجه. وهنا بيكون في تمبلت، حاجات جاهزة، وهنا إليمنت تقدر تستخدمها، وهنا اوديو وتكست وكابشن وشوية حاجات تانية. كل ده نتعرف عليه بالتفصيل، بس الفرق الوحيد ان احنا هنروح على برنامج كاب كات اللي احنا محملينه على الجهاز، علشان الموقع نفسه ده بيعتمد على سرعة الانترنت، فمش هيسعفني قوي دلوقتي ان اشتغل عليه. ولكن خليك فاكر معايا الشريط ده علشان هوريهولك بالظبط داخل البرنامج. تعالى دلوقتي نروح نشوف البرنامج. دلوقتي انا فتحت برنامج كاب كات. قبل ما اشرح اللي فيه خليني اقول لك طريقة تسطيبه. طريقة تسطيبه انك هتروح على المكان اللي حملت فيه البرنامج بتاعك كاب كات، هيظهر معاك بالايقونة دي، هتضغط عليه دبل كليك، هيبدأ البرنامج يحمل معاك. هتضغط يس، وبعدين هتبدأ تضغط نيكست زي اي برنامج عادي. وبعد ما هيخلص هتلاقي الايقونة بتاعته ظهرت قدامك على الديسكتوب، وده الشكل بتاعها. بكده تبقى عرفت طريقة تسطيبه. خليني دلوقتي ارجع للبرنامج ونتعرف عليه. الجزء اللي قدامي هنا دي الفيديوهات اللي انا اشتغلت عليها قبل كده، فدي مش هتكون ظاهرة عندك. كل اللي عليك انك هتروح على كرييت بروجكت وهتبدأ تضغط عليه، هيبدأ يفتح لك واجهة دلوقتي اللي حضرتك شايفها قدامك. تعالوا نتعرف عليها واحدة واحدة. الشريط اللي فوق ده هو نفس الشريط اللي كان موجود في الموقع هنا. الجزء اللي هنا هو جزء المدخلات بتاعة الميديا، وانا هنا واقف على الميديا. الجزء ده الشاشة اللي هيتعرض فيها الفيديو بتاعي. الجزء اللي هنا ده جزء التجميل، او الجزء اللي هنبدأ نخلي الفيديو فيه نضيف له حاجات معينة وإفكتات معينة علشان نكبر ونصغر ونضيف حاجات جمالية للفيديو زي ما هنشوف بعد شوية. الجزء ده هو الجزء التايم لاين، وده تقدروا تعتبروه العمليات اللي بنشتغل فيها. يعني هنقطع وهنقص وهنركب وهنعمل كل حاجة في الجزئية دي، والنتيجة هتظهر قدامي على الشاشة هنا. دلوقتي عايزين نجيب فيديو أو مقطع نشتغل عليه. عندك طريقتين، إما إنك بتضغط هنا وبعدين بيبدأ يفتح معاك جهاز الكمبيوتر علشان تختار المكان الفايل بتاعك. أنا مثلا ممكن أختار من الداونلود وأبدأ أختار أي حاجة أنا محتاج أشتغل عليها. تقدر تختار الحاجات اللي زي كده، مثلا Open، هيبدأ يفتح معاك بالشكل ده. دي فيديوهات قصيرة تقدر تمنتج فيها أو تقدر تشتغل عليها. كمان أنت ممكن تضيف أوديو بإنك هتروح على، طبعا احنا استخدمنا طريقة فنستخدم طريقة تانية. هروح عندي على الداونلود على الجهاز،
وهبدأ أشوف أي أوديو عندي وليكن ده، وهبدأ أسحبه على البرنامج وهاجي هنا وهسيبه كده. الأوديو اتحمل معايا. عشان أضيف الفيديو بتاعي، طبعا أي مدة فيديو بقى تكون عندك، يعني هو هنا 5 ثواني وده 5 ثواني، ولكن أنت ممكن يبقى عندك فيديو بالساعات، مفيش مشكلة. علشان تبدأ تشتغل، أول حاجة هتمسك الحاجة اللي عايز تضيفها على التايم لاين وتنزل بيها على التايم لاين وتسيبها كده. الأوديو ظهر معاك عند التايم لاين. نفس الوضع في أي حاجة أنت عايز تستخدمها، هتيجي بيها وتحطها في مكانها. وبعدين هتيجي بالجزء التاني برضو هتبدأ إنك تمسكه. خلوا بالكوا إن البرنامج كابكات مرتبط بالإنترنت، فلو الإنترنت عندك بطيء طبعا مش هيسعفك في التحميل بتاعه. فهاجي عند الفيديو التاني وهبدأ أسحبه وأشده على التايم لاين. السلايدر اللي هنا ده أنا بكبر وأصغر منه الشريط بتاع التايم لاين عشان ده ينفعني وأنا بقص وأنا بضيف وأنا بعمل حاجات كده في المونتاج زي ما هنشوف مع بعض. عندك السلايدر ده هو السلايدر الزمني اللي بتتحرك منه علشان تبدأ تتحرك، يعني زي ما هنشغل الفيديو ولقيناه على هو بيتحرك شريط زمني بيتحرك، تقدر تقف في أي جزء عشان تقطع أو تقص أو تعمل اللي أنت عايزه. تعال الأول نتعرف على القائمة اللي فوق اللي هنا دي ونشوف القائمة دي بسرعة بتقدم لنا ايه. الجزء الأول ده الميديا، وهنا الشاشة بتاعة الميديا اللي بقدر أحمل عليها كل شيء. ولكن عندك هنا كده هتلاقي كلمة لايبراري دي جزئية مهمة جدا. الموقع أو البرنامج بيديلك فيديوهات جاهزة تقدر إنك تستخدمها في المونتاج بشكل فري، وتقدر إنك تطلع منها شغل. وهتلاقي من على الجنب هنا هو مقسمها لك لمجموعات. هنا في الجزئية اللي هي كريسماس، وفي الباك جراوند، وفي الجرين سكرين، وشوية حاجات ابقى اكتشفهم بنفسك واضغط عليهم وشوف كل حاجة فيهم. دي فيديوهات جاهزة تقدر انك تحمل الفيديو، لمجرد انك تضغط عليه هيبدأ يحمل يعمل داونلود معاك، وهيكون راجع لقوة الانترنت عندك. بعد ما هيحمل هتقدر انك تضيفه للتايم لاين بتاعك، لمجرد ان ضغطت على الزائد هو اتضاف اوتوماتيك في المكان اللي سلايدر موجود فيه بتاع التايم لاين. هو نزل في الجزء الاولاني علشان انا واقف في الجزء اللي هنا. تقدر تعمل كده مع اي فيديو موجود. هسيبك تكتشف باقي المجموعة دي بنفسك. طيب هتروح للجزء بتاع الاوديو، هتلاقي الاوديو نفس الطريقة اللي كانت موجودة في اللايبراري، عبارة عن مكتبة موسيقية. تقدر في هنا ميوزك، تقدر متقسمة لمجموعات برضو تقدر انك تكتشفها وتشوف انواع الموسيقى. هتلاقيها ظاهرة عندك بالشكل ده. تقدر انك تيجي هنا وتسمع، تضغط عليها وبعدين هيبدأ يحمل معاك لحد ما الموسيقى تحمل، وبعدين تقدر تسمع الموسيقى. لو مناسبة ليك تقدر تستخدمها، مش مناسبة فتسيبها وتشوف غيرها. عندك الجزئية اللي تحتها وهي الساوند افكت. الساوند افكت هي ميوزك برضو، ولكن عبارة عن أصوات زي مثلا صوت جرس، صوت قطة، صوت حاجات خفيفة كده، مش ميوزك ليها مدة زمنية طويلة. ولكن أكيد حضراتكم عارفين يعني إيه ساوند افكت. بنفس الطريقة هي متقسمة لمجموعات تقدر إنك تكتشفها من الجزئية دي. وتقدر كمان سواء في الميوزك أو في الساوند افكت انك تقدر تكتب اللي انت عايزه، الحاجة تعمل عنها سيرش باللغة الانجليزية، هيبدأ يظهر معاك مجموعة. ده ساوند افكت، دي كلها ساوند افكت. لو عجبك ساوند افكت فيهم تقدر انك تسحبه وتيجي عند الجزء اللي انت عايزه وتسيبه، هيبدأ يتحمل معاك وتقدر انك تستخدمه. هنشوف ده بالتفصيل بعد شوية. دلوقتي احنا اتعرفنا على الاوديو، تعالوا نروح للتكست. جزئية التكست وهي جزئية الكتابة. لمجرد انك هتضغط على علامة الزائد بدأ ينزل لك تكست هنا. طبعا هو مش ظاهر عندي اهو، بدأ ينزل تكست في الجزئية دي. وهنا في الجزئية دي بيبدأ يديلك التكست، الكلام اللي عايز تكتبه. لو ظللت الجزء اللي هو ده بس تظلله من هنا وتبدأ تكتب اللي حضرتك محتاجه، ظهر معايا الكلام اللي انا كتبته بالشكل ده. تقدر انك تتحكم في حجم الخط
بالسلايدر اللي هنا، وكمان هنا تقدر انك تتحكم في نوع الخط، وهنا الخطوط العربية كلها هتلاقيها في الجزئية اللي تحت خالص. موجود عندك خطوط عربية كتير جدا وجميلة جدا، الموقع بيوفرها لك بشكل فري، ولكن انا مش هضيع الوقت في اننا ندور، فابقى اكتشفهم بنفسك في الخطوط. هنا تقدر تعمله بولت، وهنا تقدر تحط خط تحت الكلام، وهنا تقدر تعمله مايل. في الجزئية دي لو بتكتب انجليزي تقدر تخلي الحروف كلها كابيتال او سمول كلها، او الحرف الاول كابيتال والباقي سمول. هنا الكالر تقدر تغير لون الكلام، اللون اللي يعجبك انت تقدر انك تغيره بحسب ذوقك او حسب ما النص عايز. هنا الكاركتر دي بتكون خاصة بالجزئيات اللي فيها كلام كتير، تقدر انك تكبر، يعني حتى لو الكلام كده تفصل الحروف عن بعضها وتخليها متباعدة او تخليها قريبة. هنا المحاذاة انك تخلي الكلام مكتوب من اليمين، مكتوب من الشمال، مكتوب من المنتصف، زي برنامج الوورد او اي برنامج كتابة. هنا الجزئية دي ستايلات هو بيوفرها لك بشكل فري، تقدر انك تستخدمها. لاحظ ان لما بضغط عليها هو هنا مش ظاهر اهو، كل ما بضغط على ستايل معين هو بيغيرهولي اوتوماتيك. انا هضغط على نان من هنا عشان ارجع تاني. بعدين هنا الترانسفورم اللي هو التصغير والتكبير اللي هو السكيل اهو، تقدر تصغر وتكبر. وهنا البوزيشن تقدر انك من خلال البوزيشن تقدر تحرك مكانه. لاحظ ان القيم هنا بتتغير كل ما بغير مكان الكلمة. وهنا الروتيشن تقدر انك تلف الكلمة بالشكل ده، او تقدر انك تكتب رقم ثابت بالشكل ده، وكمان تقدر تعمل الروتيشن من هنا. ده بالنسبة للنصوص. كمان عندك البلند في الاوباسيتي تقدر تقلل الشفافية وتزودها، وكمان في ستروك وده هيبان معايا في الجزئية دي. هنا الستروك كبير يعني سمكه كبير، فانا ممكن اصغره وممكن اخليه يبقى قوي. تقدر تغير لونه برضو مفيش مشكلة. كمان تقدر تعمل باك جراوند للكلام جزئية كده، وبعدين تقدر انك تغير لونها تخليها اي لون يعجبك. وهنا تقدر تعمل الاوباسيتي، تقلل الاوباسيتي الخاصة بالجزئية دي. وفي شوية سلايدرات كده تقدر تلعب فيهم. هنا الراوندد بيعمل لك استدارة في الحروف الراوندد اهي. لاحظ ان في استدارة في الجزئية، طبعا انا هنا علشان مقلل الاوباسيتي. هنا في استدارة في الحروف الحواف بتاعة الشكل. تمام. هنا تقدر انك تكبره بالشكل ده، تقدر تصغره، وهنا نفس الكلام بس بالنسبة للعرض. وكمان الجزئية دي انت تقدر تخليه بالشكل اللي يناسبك على حسب الكلام ده. تمام. تقدر كمان تتحكم فيه بالشكل ده. ولاحظ ان كل نقطة، كل حاجة من الحاجات الاستدارات دي قدامها نقطة هنا كده، ودي اسمها الكي فريم، دي اللي تقدر تعمل منها الانيميشن بتاعك لو انت عايز تعمل انيميشن. في شوية حاجات هنا برضو تقدر تكتشفهم زي الشادو اللي هو الظل اهو. تقدر تكتشف الشادو للكلام، تعمل ظل للكلام، وتقدر تقلل برايتنس والحاجات الجميلة اللي قدامك دي. وهنا تقدر تلعب في السلايدرات والديستانس اللي هي الزاوية او البعد بتاع الشادو من الكلمة. كمان تقدر تتحكم في الانجل، الزاوية كأنه مصباح ضوء كده، وانت مسلطه على الكلمة من اي اتجاه انت عايزه. كمان في الكيرفس، الجزئية دي هي مش متفعلة. طيب تمام، يبقى احنا كده عرفنا كل ما يخص التايب. همسح جزء التايب ده، تقدر كمان تشده بالشكل ده عشان تطوله على الفيديو بتاعك، او كمان تقدر تقصره. لو في حاجة انت مش عايزها تعمل عليها سيلكت وتمسحها خلاص بالسلامة كده. الجزء اللي بعده وهو الستيكر دي برضو متقسم زي الاوديو برضو لمجموعات. تقدر تفتح كلمة ستيكر وتدور في المجموعات اللي هنا، في حاجات عن اللاف، حاجات حب، قلوب بقى وورد والكلام ده كله، وفي المود تقدر تكتشفها، وحاجات كتيرة قوي. ابقى اكتشف الجزئية اللي هنا، وخليك عارف انك اي حاجة تقدر تعمل عنها سيرش هنا لو مش عايز تدور. في الافكتس، والافكتس متقسمة مجموعات برضو، وتقدر انك تدور على تستكشف الجزئية دي كلها وتاخد فكرة عن الافكتس اللي موجودة. في جزئية زي الافكت ده شكله جميل برضو، وتقدر انك لو سحبته على جزئية الفيديو هنا تقدر انك لو شغلت كده، شايف الافكت شكله عامل ازاي. تقدر كمان تستخدم اي افكت من الافكتات اللي موجودة.
تعالوا بقى نشوف الجزء اللي بعده وهو الترانسفورم. الترانسفورم ده جزء بيكون خاص بالانتقالات. انا عندي هنا فيديو وبعدين هيبدأ ينتقل على فيديو تاني خالص، فبالتالي انا محتاج حاجة تعمل لي انتقال هنا، ما يكونش انتقال حاد مرة واحدة، لا، تقدر انك تستخدم انتقال برضو متقسمة مجموعات هنا بالشكل ده، تقدر انك تستكشفها وتقدر انك تشوف كل الحاجات الموجودة فيها. هتلاقي حاجات فري وحاجات مدفوعة، تقدر تستخدم الفري. وليكن انا هشوف الترانسفورم ده وهبدأ اسحبه، انا ضغطت عليه واسحبه واجيبه ما بين الاتنين فيديو دول واروح سايبه، وبعدين هشوف شكله هيبقى عامل ازاي. شايفين شكل الترانسفورم؟ كمان تقدر وانت عامل عليه سيلكت، لو رحت على الجزئية دي تقدر تتحكم في المدة اللي ياخد فيها الافكت، المدة بتاعته. يعني لاحظين هنا العرض بتاعه زاد. تعالوا نشوف هيحصل ايه لما زودت المدة. هنا شكل الافكت طول معايا في المدة، يعني بقي شكله عامل كده. ولكن لو قللت هنا فهو بيبدأ ينقل بشكل سريع جدا، يكاد يكون مش ملحوظ ابدا. شايفين كده؟ نقل بسرعة. تقدر تكرر ده مع كل الفواصل الموجودة عندك وتقدر تستكشف باقي الترانزيشن، الانتقالات. كابشن، الجزئية اللي هنا دي، الجزئية دي خاصة بالكلام اللي بتتكلمه جوه الفيديو. من هنا تقدر تختار اللغة اللي موجود بيها الكلام، وهنا كان بيتكلم باللغة العربية فأنا هختار العربية، وهاجي عند جنريت وهضغط، هيبدأ يحمل معايا. وشوف ايه اللي هيحصل بعد ما ضغطت على كابشن. لاحظ معايا ان في حاجة جديدة ظهرت معايا هنا فوق وموجودة بطول الكلام بس مش لحد نهاية الفيديو، عشان الاوديو بتاعي موجود لحد الجزء ده، لكن لو الاوديو كامل في الفيديو كله هيبقى كامل. لكن هنا ظهر معايا الجزء ده، وهنا خلي بالك ظهر معايا كتابة. لو كبرت حجم الخط هلاقي ان مكتوب هنا ودي قناة عالم الجرافيك. لو انا شغلت الفيديو دلوقتي هتلاقي ان انا كنت بقول في الجزئية دي ودي قناة عالم الجرافيك، يعني انا بقول والكلام بيظهر قدامي على الشاشة. وده قناة عالم الجرافيك. هو عمل لي ترجمة اوتوماتيك للكلام اللي بقوله، عمله عبارة عن نص مكتوب، وتقدر كمان تطبق عليه كل الاوبشن بتاعة الخطوط التكست اللي احنا قلناها من هنا. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه كابشن. ودلوقتي حابب اقول لك لو انت لسه مستمر معايا في الجزئية دي من الفيديو، يبقى ما تنساش تعمل اللايك وكمان تشترك بالقناة لو مش مشترك، وتنزل تكتب لي كومنت برأيك في الفيديو. اتمنى ان يكون الشرح انت مستفيد منه وعجبك وحابب انك تتعلم. وكمان لو في حاجة عايز تتعلمها وانا ما قلتهاش تقدر تكتب لي في الكومنتات عنها، وإن شاء الله هجهز لك درس مخصوص وفيديو مخصوص عن الجزئية اللي عايز تتعلمها. ويلا بينا نكمل الشرح. وهنا في الجزئية دي الفلتر، دي مجموعة فلاتر متقسمة قدامك، تقدر إنك تدور فيها وتستكشفها واحدة واحدة. والفلتر فايدته إنك بتحطه على الفيديو بيديلك تأثير معين أو إفكت معين تقدر تستخدمه بيه. تعال بقى نشوف ازاي نقطع الفيديو او نقص جزئية منه علشان نشتغل عليه. دلوقتي عشان تقطع جزئية معينة اعمل سيلكت على الفيديو اللي انت عايزه، هيبدأ يظهر معاك. لاحظ وانا مش عامل سيلكت مفيش ادوات كتير هنا، ولكن لما هعمل سيلكت هيبدأ يظهر معايا مجموعة ادوات. مجموعة الادوات اللي هنا الاداة دي، ودي معناها انك تقص، معناها عمل لي قطع هنا. الأداة اللي بعدها اللي هي دي معناها إنه هيقص هنا، ولكن هيحذف لي الجزئية دي وهيعمل إزاحة لباقي الفيديو، هيجيبه يلزقه في الجزء اللي قبله. تعال نجرب. شايف هو قص الجزء اللي كان قبليه ولكن عمل لي إزاحة لكل الفيديوهات وجابها لي هنا. والجزئية دي الأداة دي هي بتعمل العكس، بتقص الجزء، بتقطع من هنا وتحذف كل الجزء اللي بعده بالشكل ده، وحذف كل الجزئية اللي قبل الفيديو. لو عايز أرجع من كنترول وزد أو تقدر من السهم ده تقدر ترجع خطوة، والسهم ده ترجع الخطوة اللي انت رجعتها. الجزئية دي لو انت عامل جزء يعني عامل سيلكت على الجزء ده ومش عايزه، تقدر انك تعمل له ديليت من هنا، وانا هرجع تاني. كمان
هسيب مجموعة ادوات هنا وهروح للاهم، الجزئية دي وهي الميرور. والميرور دي عبارة عن انه بيعكس لك الفيديو. لاحظ معايا هنا الفيديو بيتعكس ازاي، بيعمل لك عكسه كأنك شايفه في مراية. والجزء ده اللي هو الروتيت ده بيقلب لك الفيديو 90 درجة كاملة، تقدر انك تعمل روتيت. والجزء ده بتقدر انك تعمل منه كروب، اما انك بتمسك الزوايا دي وتبدأ تتحكم في الفيديو بتاعك بالشكل ده بشكل عشوائي، او بتيجي عند فري هنا وتبدأ تختار المقاس اللي انت عايزه، سواء كان مربع او كان نسبة 3:4 او اي اختيار من الاختيارات دي. بقى اقعد جرب فيهم واكتشفهم. وهقول له ريست وهرجع تاني. طبعا بعد ما هتخلص انت عملت كروب، يعني بعد ما تعمل كروب من هنا، لو يكن انا عملت كروب بالشكل ده تضغط على كونفيرم عشان يطبق معاك الكروب، ولكن انا هرجع عشان مش عايز اعمل كروب. لحد دلوقتي احنا اكتشفنا الاجزاء اللي موجودة عندي، الادوات اللي موجودة هنا. تقدر انك طبعا انت بتبقى شغال على المونتاج وعندك كذا قطع بقى في الفيديو، فعندك مجموعة فيديوهات، وليكن انت عايز تختار الفيديو ده مع باقي الفيديوهات اللي موجودة بعده. بدل ما تعمل سيلكت وانت عندك على التايم لاين هيبقى فيه كذا حاجة، مش هينفع تعمل سيلكت واحدة واحدة. البرنامج بيوفر لك أداة تقدر تعمل بيها المهمة دي. لو ضغطت على السهم ده تقدر تروح على السهمين دول وتضغط عليهم، هتلاحظ السهم اتحول معاك بالشكل ده. شايفين شكله اهو. لو وقفت على الفيديو ده وضغطت عليه هيعمل لي سيلكت لكل الفيديوهات اللي قبله في الشريط اللي قدامك. طب لو عملت السهمين دول هيعمل لك العكس، هيجي عند الفيديو اللي انت واقف عليه ويبدأ يعمل لك من عنده والآخر الفيديو. كمان طبعا دي أداة سيلكت، أداة واحدة تقدر تعمل بيها سيلكت على فيديو واحد. وهنا الأداة السبليت اللي هي أداة القطع أو المقص، لو وقفت تقدر تقص الفيديو من هنا، يعني شبيهة بدي، ولكن هنا انت لازم تكون عامل سلايدر هنا وتبدأ تضغط عشان تقص، لكن هنا تقدر تروح على أي جزئية وتقصها من غير ما تقف، ولازم ترجع وتغير الأداة. لاحظ ان كل أداة وليها اختصار، يعني السلكت حرف الاي، والسبليت حرف البي، والسلكت ليفت رايت ليفت ويرد دي القوس اللي مفتوح بالشكل ده، وهكذا تقدر تشوف الاختيارات بتاعتك. لاحظ معايا ان قدام كل شريط من دول في الجزئية دي في مجموعة أدوات. الأدوات اللي هنا الجزء ده لو الفيديو بتاعك فيه صوت وضغطت على الأيقونة بتاعة الصوت من هنا، فأنت بتكتم صوت الفيديو. طول ما هي أبيض كده فالفيديو شغال، لكن لو ضغطت عليه باللون الأزرق هيكون معاك الصوت مكتوب. طيب الآي هنا واللي هي العين معناها إنك بتلغي المشهد ده من الرؤية، إحنا مش شايفينه أهو، معناه إنك أخفيته من المشهد ومش هيظهر معاك في المونتاج، ولكن لو فعلت العين دي هيبدأ يظهر معاك. الجزئية بتاعة القفل اللوك دي تقدر تقفل بحيث انك لو شغال على التايم لاين ما تتحركش اي حاجة من مكانها بالغلط، وتقدر ترجع تضغط عليه هيبدأ يفتحهولك تاني. تعال بقى نروح للفيديو من هنا ونشوف شوية اعدادات موجودين في القسم اللي قدامي. لاحظ معايا ان الاعدادات اللي هنا موجود في السكيل، تقدر تكبر الفيديو وتصغره، وكمان تقدر انك تتحكم في الجزئية دي اللي هي البوزيشن، يعني مكان الفيديو. لاحظ الارقام اتغيرت اهي، تقدر تتحكم في البوزيشن بتاعه. كمان تقدر تتحكم في الروتيشن لو انت عايز تتحكم فيه درجة درجة، او تقدر تتحكم فيه من هنا برضو بشكل مفيش مشاكل. يبقى انت عندك الروتيشن ليه كذا مكان، اما انك بتعمله من الاداة الروتيشن اللي هنا، لكن دي 90 درجة فقط، يعني تقلبه 90 درجة، ولكن مش محببة دايما، يعني ممكن تبقى مضطر تقلب الفيديو من هنا بالشكل ده او تقلبه كده، ف90 درجة مش هتنفع. او تقدر تكتب رقم من هنا وتقدر انك تغيره بناء على القيمة اللي انت عايز تغيره بيها. تقدر انك تعمل محاذاة من هنا، تخلي الفيديو في النص او من على الجنب او من على الجنب ده، او تخليه فوق او تخليه تحت او تخليه في المنتصف.
تقدر كمان تعمل من هنا شوية اعدادات هسيبك تكتشف فيهم براحتك، جرب فيهم عشان كل واحدة بتعمل حاجة مختلفة. طيب تعال نروح نشوف السبيد، والسبيد اللي هي السرعة. يعني لو عندك فيديو وعايز تسرعه فانت تقدر تقدم السلايدر ده، بس لاحظ ان الشريط الزمني هنا اتقص لان هو سرع الفيديو، بدل مثلا ما كان هياخد 10 دقايق خد 9 دقايق، فبالتالي الشريط ده قل. تقدر تسرعه كمان وتقدر تسرعه كمان لحد الاخر. دي لازم تجربها بنفسك وتشوفها على الطبيعة. وكمان تقدر انك الطبيعي بيبقى هنا تقدر انك تبطئه. كمان تقدر انك تروح على انيميشن، هتلاقي ان مجموعة انيميشن ظاهرة قدامك، تقدر تختار منهم اللي انت عايزه عشان تعمل بيه انيميشن للفيديو او لصورة او لايقونة او لاي حاجة موجودة. ولاحظ لما اخترت انيميشن جاب لي شريط تاني تحته، قال لي في الان ولا في الاوت ولا في الكومبو. الكومبو سيبك منها دلوقتي، خليني في الان وفي الاوت. في الان يعني المشهد بتاعي او الفيديو الجديد بتاعي هيبدأ من هنا، فلما يجي يظهر المشهد ده عايز الانيميشن بتاعه يكون ايه. انا مثلا هختار الانيميشن ده وهنشوف هيطلع شكله ازاي. لاحظ معايا ان هو لما بدأ يطبق الانيميشن جاب لي الانيميشن في بداية لما يجي اشغل التايم لاين دلوقتي، هيجي يدخل السهم هنا عند بداية المشهد هيطبق لي الانيميشن ده. الانيميشن ده شوفوا معايا كده عبارة عن بيبقى قريب وبعدين يبدأ يبعد. لاحظ معايا الفيديو كان بعيد وبدأ يقرب. ولو عملت في الاوت تقدر تختار اي انيميشن برضو بنفس الطريقة، ولكن ده هيبقى في لحظة خروج الفيديو، يعني لحظة انتهاء الفيديو. كده انا عرفت الان وعرفت الاوت. تعالوا نشوف الكومبو ده عبارة عن ايه. تعالوا نشوف اي افكت فيهم. وهنا الانيميشن بتاعي اتحمل، وهنا بيقول لي ان الكومبو ده عبارة عن انيميشن داخل في المسافة اللي بيتعرض فيها الفيديو، يعني مش في الاخر ومش في الاول لكن في الجزئية اللي في المنتصف. لاحظ معايا وانا بحرك السلايدر اهو بيبدأ يعمل لي الانيميشن بتاع المربع اللي هنا، بيبدأ يعمله لي على الفيديو. طبعا في كذا انيميشن هسيبك تكتشف فيهم براحتك. هشغل الفيديو واخليك تشوف بالشكل اللي حضرتك شفته، اكتشف فيهم واحدة واحدة وعلى مهلك. الجزء اللي بعده وهو الادجست، والادجست ده بيكون عبارة عن الوان. تقدر انك تيجي تنزل لتحت هتلاقي بيوفر لك الوان، تقدر انك تتحكم في الفيديو بتاعك، تصحح الالوان، تروح ناحية الازرق تروح ناحية الاصفر، تتحكم في الالوان. ودي موضوع تاني يعني عايز كورسات لوحدها عشان نبدأ نشرح يعني ايه الوان. وكمان في الاكسبوجر، وكمان في عندك كونتراست، وفي عندك الهايلايت تقدر تتحكم فيه سواء تقلله او تزوده، وفي الشادو تقدر تقلله او تزوده، وكمان في الوايت، وكمان في البلاك بريليانس اللي هنا دي تقدر انك تتحكم فيها. كل ده حاجات انا بوريها لك في السريع اللي هي قدرات البرنامج وامكانياته. في الشاربنج، في الكلاريتي، في كمان البارتيكلز، الفيد، وفي الفيجنت دي يعني تقدر تخلي تظلل اسود حوالين الفيديو، وتقدر كمان انك تظلله ابيض من على الحواف. يبقى انا كده اكتشفت الجزئية بتاعة الادجست. تقدر كمان في اوتو ادجست هنا انك تقدر يعني يتحكم اوتوماتيك، ولكن انا ما بفضلش الجزئية اللي هي الاوتو دي. في كالر ماتش، لو عايز تعمل كالر ماتش ما بين فيديو وفيديو تاني، ودي جزئية مش هنقدر نتكلم عنها دلوقتي خالص. تمام. تقدر بعدين تروح على الاول ستايلز، دي مش متفعلة هتفعلها من هنا. لو قلت له اوكي هو هنا بيقول لي لو انت عايز تشترك في البرنامج، فانا انا بشغل على النسخة الفري مش هشترك. تقدر كمان تروح عند كل ده كان في الجزئية في الفيديو هنا في البيزك. تقدر تروح عند ريموف باك جراوند، ودي بتكون خاصة بالجرين سكرين. هنا اوتو ريموف، لو انت عايز تعمل ريموف للباك جراوند تقدر انك تعمل ازالة للخلفية. هو هنا بدأ يعد اهو عشان يزيل لي الخلفية بتاعة الفيديو بتاعي، يعني لاحظ انه وصل 20% اهو.
ودلوقتي هو خلص وأزل لي الخلفية بتاعة المنظر اللي كان ورا الشاب والشابة اللي واقفين دول، هو أزال. ولكن عشان المشهد مش قوي قوي وألوانه مش محددة قوي، فهو أكيد في عيوب في الإزالة. ولكن لما بتيجي تزيل خلفية عن مشهد معين طبعا بتكون عامل حسابك وبتكون مصور المشهد بدقة. كمان عندك حاجة اسمها ماسك، والماسك دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، خلي بالك منها. الماسك هنا تقدر انك بمجرد ما ضغطت على الماسك تقدر تعمل اد ماسك، هيبدأ يحمل معاك الماسكات الموجودة في البرنامج. وهنا بتكون راجعة لقوة الانترنت عندك. طبعا البرنامج كله بيشتغل عن طريق الانترنت، يعني لو الانترنت ضعيف فبالتالي هيبقى الجزئية دي ضعيفة. طبعا انا مش هقدر ادخل في كل حاجة بالتفصيل علشان وقت الفيديو، انا بعرفك بقوة البرنامج. ولكن طبعا لو حابب نشرح حاجة بالتفصيل لحاجة معينة في الجزئية معينة في الفيديو، اكتب لي في الكومنتات وهنشرح كل حاجة بالتفصيل لو حابين اننا نشرح الكلام ده. في جزء اللي خاص بالريتاتش، والجزء ده بيكون خاص بالريتاتش بتاع الصور او الالوان او حاجات، يعني حاجات متقدمة شوية تقدر انك تعملها من خلال الجزئية اللي هنا. ولكن هنا بيقول لي اني allow CapCut to recognize، تمام، يعني بيقول له اديله الصلاحية ان هو يتعامل مع الجزئية دي. بقول له اوكي. في سموز اللي هو النعومة او الحدة، وفي يعني حاجات كتيرة انت تقدر انك تتعامل فيها. لاحظ معايا الفيديو لما هكبره، طبعا الفيديو عشان ضعيف هنا فمش باين عليه حاجات كتيرة. السموز اللي هو النعومة او زي بلور كده. وهنا هي انا اول مرة اجرب الجزئية دي، يعني هنا بيديلك اعدادات تقدر تتحكم فيها، ولكن الفيديو ضعيف مش قادر اتحكم فيه قوي. هنا تقدر تحدد لون معين وتقدر انك تخففه او تزوده، يعني ده خاص، دي جزئيات متقدمة شوية فمش حابب ان ادخل فيها بتفاصيلها دلوقتي. تقدر تكتشف الباقي ده مع نفسك بقى وتشوفه. وزي ما قلت لك لو حابب اننا نعمل دروس عن الحاجات دي انا ما عنديش اي مشكلة. اخر جزئية هتكلم فيها وهي الجزئية اللي هنا، وده الاختيارات المفعلة قدامك. لاحظ معايا انا لما بكون عامل الفيديو بالشكل ده في مسافة فاضية فهو ظاهر لي شاشة سوداء. لو انا فعلت المغناطيس ده هو بيجذب لي كل الفيديوهات اللي بعيدة عن بعض ويلزقها في بعضها. الجزء ده وهو بيفعل لي، تعالوا نشوف، هلغي ده وهخلي ده كده. لما اجي اسحب الجزء بتاع الفيديو لو انا مش مفعل المغناطيس ده، احيانا بيكون عندي شغل ببقى محتاج ان انا يعني ممكن يبقى عندي فيديو بالشكل ده مثلا زي ما حضرتك شايف، فانا لو فعلت الجزئية دي هيلخبط لي كل حاجة لانه رجع لي الاجزاء دي ورا بعضها، فبضطر ان انا الغي المغناطيس اللي هنا عشان اخلي الفيديو ده كده اهو كده واخلي الفيديو ده كده. ولكن لاحظ معايا المغناطيس التاني اللي هنا ده لما بفعله وظيفته ايه؟ ان انا لما بسحب الفيديو وببدأ اجي ناحية فاصل، يعني التقاء الجزء ده مع الجزء ده، لاحظ معايا اللي بيحصل ان هو بيبدأ يجذبهولي اول ما اقرب منه ويبدأ يظهر لي الخط الازرق اللي شايفه ده، هو جذبه زي المغناطيس كده علشان يقول لي انت هتقف لحد هنا. بس ما زلت ضاغط على الماوس، لو كملت لجوه هيخش معايا الفيديو مفيش مشكله. ممكن كمان يجي عند السلايدر ويديه يغير لي لون السلايدر ويجذبه ناحيه السلايدر، او ممكن كمان اجي عند الفيديو ده ويقول لي خلي بالك انا هنا هجذب الفيديو اهو، هو هنا بدأ يجذبه زي ما حضرتك شايف قدامك. عايزك تجرب ده وانت بتشتغل معايا، جربه عشان ده مش هينفع تعرفه غير لما تجربه بالشكل اللي قدامك. فانا وليكن هخليه مع السلايدر. وفي المغناطيس اللي هنا اللي هو فيه سهم ده كده، المغناطيس ده بيجذب لي السلايدر نفسه ناحية اول الفيديو او اخر الفيديو. ده بتاع السلايدر نفسه، بتاع سلايدر التايم لاين اللي هو السلايدر بتاع الشريط الزمني، بيجذبهولي ناحية الفاصل اللي موجود، مغناطيس للسلايدر نفسه. في كمان الجزئية دي، ودي بتخلي بالك انا مش مفعلة، لما باجي بالسهم هنا كده ما بيحصلش اي حاجة، لكن لو فعلتها
لاحظ ان هو هنا مديني مؤشر لونه اصفر اهو، بيقول لي انت واقف في الجزئية اللي قدامك بالشكل ده. انا هلغيه دلوقتي. هنا الجزئية دي هو بيعمل لي زي زوم او بيعمل لي زوم تو فيت، يعني بيرجع لي كل حاجة لوضعها 100%. يعني انا لو عامل زوم كبير قوي وضغطت على الايقونة دي بيرجعه لي للحجم الطبيعي. تقدر تتحكم زي ما قلت لك في اول الفيديو هنا من الطول والقصر بالشكل ده. تعال اوديك لجزئية تانية، وهي جزئية ان انا لو عايز اقطع في الصوت بنفس الطريقة. الصوت عندي انا من تفاصيله مش واضحة، فلازم هكبر بالشكل ده الجزئية دي، وتيجي عند الجزئية اللي انت عايز تقصها بالشكل ده، وتقف بالسلايدر بتاعك هنا مثلا ادي بالشكل ده بداية الكلام اهو. وبعدين تقص، لو مش عايز الجزء ده اعمل عليه سيلكت واعمل له ديليت او ديليت من الكيبورد. تقدر انك كمان تعمل اي حاجة انت عايزها بنفس الطريقة. تقف بالسلايدر هنا وتقول له قص لي الجزئية دي، ولكن خلي بالك انا هنا قصيت في الفيديو لان كنت واقف على الفيديو، ولكن انا مش عايز كده، فانا عايز اعمل سيلكشن على الاوديو، سيلكشن اهو، وهقول له قص لي الاوديو، وابدا اتحرك واقول له قص لي الاوديو، ولكن قص لي واحذف لي الجزء ده. انا عايز الجزء اللي ده، والجزء اللي هنا ده انا مش عايزه، فاضغط على الجزئية دي. هقدر اقول له كمان انا مش عايز اللي بعد ده، انا عايز الجزئية دي بس عايز احذف الجزء اللي هنا كامل، يبقى هضغط على الايقونة دي زي ما شرحت في الاول. تقدر انك تاخده وتضمه على اول الفيديو لو انت حابب، يعني لو الشغل بتاعك بيتطلب الجزئية دي. تقدر كمان من هنا لو ضغطت على الاوديو ورحت على الجزئية دي، لاحظ ان انا لما ببقى مش واقف على حاجة، مش عامل سيلكت لاي حاجة، القائمة دي بتبقى فاضية تجيب لي بس انفورميشن عادية. لكن لما اعمل سيلكشن على جزء معين، هنا ده جزء خاص بالاوديو، احنا تعرفنا على الجزء الخاص بالفيديو، لكن الجزء الخاص بالاوديو مختلف شوية. هيجي هنا بيقول لك الفاليو اللي هو الارتفاع الصوت، تقدر تعليه. لاحظ معايا هنا بيعلى وبيوطى اهو، تقدر تعليه وتقدر انك توطيه. كمان تقدر لو وقفت بالسهم بتاعك على الماوس بتاعك على الخط ده يتحول لسهم، تقدر تسحبه، والسلايدر فوق بيتحرك برضو، معناه انك بتعلي او بتوطي الصوت. في الجزئية بتاعت فيد ان، لاحظ معايا في حاجات سودة ظهرت اهي، وانا بعمل فيد ان بتختفي، وانا بعمل فيد ان بتبدأ تظهر. دي معناها ان الصوت هيبدأ ضعيف ويبدأ يعلى معايا بالتدريج. ونفس الامر في الفيد اوت في اخر الفيديو، ان الصوت هيكون عالي ويبدأ يوطى واحدة واحدة جزئية، يعني يهدى بالتدريج. كل الحاجات دي عايزك تجربها واحدة واحدة عملي. كمان في جزئيات هنا خاصة بالنويز، يعني ريدكشن نويز تقدر تعملها عشان لو في نويز يقدر ان البرنامج يشيلها لك اوتوماتيك. ممكن تظهر معاك علامة زي الجوهرة دي، الجزئية دي، ويكتب لك قدامها ان دي برو يعني جزئية مدفوعة. ولكن الحاجات المدفوعة سواء كانت في اي حاجة من الجزئيات اللي هنا دي حاجات مدفوعة. لو انت عندك اصدار مجاني فخلي بالك من الجزئية دي، علشان لما تيجي تصدر الفيديو ما يقولكش ان انت مستخدم حاجة برو فما تظهرش معاك. ولكن انا هنا علشان مش عامل التحديث الاخير للبرنامج فظاهر لي كل الحاجات الفري فقط. كده اكون شرحت اساسيات البرنامج كله وقوة البرنامج. البرنامج قوي جدا وصعب جدا ان انا اشرحه في درس واحد، ولكن ده كان مجرد الاساسيات بتاعة برنامج كاب كات. لو حابين نعمل فيه دروس ونشوف ازاي بنعمل مونتاج احترافي عليه، وازاي كمان نقدر نعمل انيميشن ونحرك اجزاء او نحرك عناصر او نعمل زوم ان وزوم اوت في الفيديو وهو شغال، ونبدأ نتعرف على اقسام الذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها، اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمل لكم فيديوهات وكورسات مخصوصة لبرنامج كاب كات او موقع كاب كات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويا ريت لو حد عنده مشكلة يكتب لي في التعليقات، لاني بفرح جدا لما بشوف تعليق وبكون متشوق جدا ان اعرف رأيكم في الشرح بمنتهى الامانة وبمنتهى الصراحة. يا ريت كمان لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك للقناة، وكمان تشجعني باللايك، وكمان تكتب لي كومنت تقول لي رأيك بمنتهى الصراحة. الحاجات دي مهمة جدا لانها هي اللي بتشجعني ان اكمل.